تخيل تتمشى في حي كله فيلل، مفيش دوشة عربيات ولا عمارة طالعة فجأة تبوظ لك المنظر. تحس إنك فجأة اتنقلت من القاهرة ودخلت فيلم أجنبي. بعد ما التجمع الخامس بدأ يظهر على الخريطة، كان في حي معين خطف الأضواء أسرع من أي مكان تاني. الناس أول ما دخلوا شافوا الشوارع الواسعة، الفيلل المرصوصة زي قطع الشطرنج، والهدوء اللي يخليك تسمع صوت العصافير بدل الكلاكسات. الكل قال في ساعتها يا نهار أبيض، ده مش حي، ده مستوطنة بالليل. جنوب الأكاديمية انقسم ل7 مناطق: ألف وب وجيم ودال وه وواو وزين. مفيش عمارات عالية، كل فيلا بمساحة كبيرة بحديقة وجراج خاص. الشوارع عريضة لدرجة إنك ممكن تلعب كورة في نصها وما تلاقيش عربية معدية. الحي من أول يوم اتبنى وهو رمز للرقي، يعني مجرد إنك تقول أنا ساكن في جنوب الأكاديمية يبقى الرسالة وصلت، أنت واحد من الكبار. وده اللي خلى الحي يتحول من مجرد منطقة سكنية لمكان اجتماعي له هيبة خاصة. المناطق دي اتبنت حوالين الأكاديمية، قريب من محور المشير، جنب الجامعة الأمريكية، على بعد دقايق من شارع 90. القرب ده خلى الطلب على المنطقة عالي جدا من بدري، والأسعار بدأت ترتفع قبل ما أي حد يتوقع. يعني اللي اشترى هناك من الأول كسب ذهب. وطبعا المصريين ما بيسيبوش حاجة من غير نقطة. جنوب الأكاديمية ده حي الأسياد والباقي حبيب. كل فيلا هناك فيها قبو سر، واللي ساكنين بيخبوا فيها حاجات محدش يعرفها. حتى الكلب بتاع الجيران عنده فيلا لوحده. وكمان في مقولة مشهورة بين سكان التجمع: لو ما عندكش فيلا في جنوب الأكاديمية يبقى ما عندكش كارنيه لدخول نادي الصفوة. جنوب الأكاديمية كان أول إشارة إن التجمع الخامس مش مجرد مدينة جديدة، دي كانت بداية مدينة الصفوة. بس السؤال، هل باقي الأحياء في التجمع ماشية بنفس النمط؟ ولا في أحياء تانية قلبت المعادلة وخلت اللعبة مختلفة؟ تابعونا في الحلقة الجاية. حي اللوتس، الورد اللي اتبنى عليها أسمنت. كانت معكم سحر غريب. ما تنسوش المتابعة واللايك والشير.